بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام على القناتين السعودية والفضائية المصرية. نأتيكم كما عودناكم من خلال برنامجكم الملتقى على الهواء مباشرة من حرم الله المكي، حيث نكون وإياكم نستعرض الكثير من المواضيع التي تهم المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص. في هذه الحلقة كما عودناكم وفي أيام أخيرة حقيقة من هذا الشهر الفضيل التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل ما قدموه في هذه الأيام المباركة. العمل التطوعي والجمعيات الخيرية لها بصمتها الواضحة جدا في المجتمعات، بل هي من تصنع المجتمعات، بل تقاس المجتمع وتقاس الأمة بحجم الأعمال التطوعية التي تقدم في المجتمعات التي تعيش فيها. وهنا في مكة وهذه الأيام الفضيلة في رمضان شاهدنا الكثير من المبادرات التطوعية على مستوى الحكومة والأعمال والمنظمات المدنية وغير المدنية والمنظمات كذلك الحكومية والقطاع الخاص الذي شارك بشكل رئيسي في بناء هذه المنظومة وصناعة ثقافة التطوع في حياتنا. فحياكم الله ونرحب على حياك على حياكم الله فهد، وتحياتنا لكل السادة المشاهدين في القناة الفضائية المصرية والقناة السعودية في التلفزيون السعودي من هذه الإطلالة المباشرة والمباركة من جوار المسجد الحرام في مكة المكرمة وجوار بيت الله العتيق. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا بالبركة في الآجال، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يختم لنا شهرنا شهر رمضان شهر القرآن بالعتق من النيران لنا ولكم ولوالدينا ولمن له حقوق علينا. الحقيقة ونحن نتحدث عن خيرية هذه الأمة نجد أن هناك اشتراطات حددها القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكرة هذه الخيرية هل هي تفضيل إلهي فقط بأن اختار لنا أفضل تشريع بمسمى الدين العام وهو الإسلام فقط؟ هل اختار لنا أفضل وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفقط؟ أم أننا تم اصطفاؤنا باختبار يمتد معنا منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة؟ الخيرية المشروطة، الخيرية المشروطة بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر والإيمان بالله. كيف نطبق ذلك؟ وكيف يمكن أن نشيع ثقافة العمل الخيري والتطوعي آلياتها وضوابطها في لقاء اليوم من الملتقى بإذن الله. طبعا هلا عندما نتحدث عن الجمعيات الخيرية فنحن نتحدث حقيقة عن منظومات متكاملة مرتبطة لها مؤسساتها ولها أعمالها وفريق العمل فيها وأهدافها، وكل هذه الأشياء طبعا تساعدنا حقيقة على أن نصنع بيئة واضحة المعالم وبيئة إيجابية لمجتمعات تعيش فيها. فنحاول قدر الإمكان اليوم نستعرض أميز هذه الجمعيات وكيف نستطيع أن نفعلها في مجتمعاتنا. وشرفنا حقيقة أن نضع نموذجا، والأستاذ منصور العامر معنا اليوم من هدية الحاج والمعتمر الخيرية. حياك الله أستاذ منصور في البداية. حياكم الله، شكرا لكم وللإخوة المشاهدين، وحقيقة سعيد بأن أكون على السعودية والمصرية في آن معا. ما تذكر السعودية تذكر مصر، يعني احنا في كيانين عظيمين وفي يعني شهر فضيل نسعد أن نتابع يوميا ما تقدمونه سويا. لكم كل الشكر حقيقة، وهي فرصة أشكركم أمام الإخوة المشاهدين بما تقدمونه من تنوع رائع جدا، وأسأل الله يعني يكون ما نقدمه عن العمل الخيري بشكل عام وعن السقاية والرفادة كاسم يتردد وتاريخ يتجدد إن شاء الله يكون نموذج حي لجميع الجهات الخيرية العاملة في العالم الإسلامي بشكل عام وأيضا في الحرمين بشكل خاص. جميل. طيب أستاذ منصور، طبعا يعني بصفتك متخصص ومهتم بالجمعيات الخيرية والأعمال التطوعية عموما، اليوم المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة في مصر والسعودية وكل العالم حقيقة يعشقون مثل هذه الأعمال التطوعية ويتمنون حقيقة أن يبذلون جهودا. عندما نتحدث عن العمل التطوعي كنها في البداية، ماذا يعني العمل التطوعي وما هي مرتكزات الأعمال التطوعية لدينا في المملكة وعالميا كذلك؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بلا شك أن العمل التطوعي هو فخر العرب في الجاهلية، وجاء الإسلام مؤكد على هذا الأمر، وتتابع يعني أبناء الأمة العربية والإسلامية لتحصيل الخير، تحصيل الحسنات من خلال العمل الخيري. في أبواب من الخير كبيرة جدا. عندما نسمع عن ما بلغت له الأمة الإسلامية من عناية بأوقاف خاصة للمستشفيات أو أوقاف خاصة حتى للزبادي
من تنكسر إناء من الخادم يذهب يأخذ إناء بدلا منه حتى لا يعنفه سيده. فتنوع الكبير جدا وتلمس احتياجات الناس في كل موضع كان يعني ديدا جميع يعني من انتسب لهذا الدين العظيم، وبل كان داعيا لإسلام الكثيرين في أنحاء العالم عندما وصلت لهم هذه الرسالة الحقيقية، عندما يهتمون بإنسان كإنسان، ثم بعد ذلك يصل إليه يعني تباعا تعليم الدين الحنيف الذي جعل هذا الإنسان هو النموذج كما تفضل الأستاذ علاء قبل قليل في هذه المقدمة الجميلة. أتحدث عن سعي في داخل الإنسان لتحصيل الخير. نرى في مجتمعات غير إسلامية لديهم هذا الاهتمام بفعل الخير، ونماذج كبيرة جدا يعني من أصحاب شركات بدون ذكر اسماء نصف ثروتهم كاملة تضع في العمل الخيري. بلا شك أن هذا يغطي شيء في نفس الإنسان، يغطي حاجة في داخل الإنسان، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسلمين يكون الأمر مختلف، أننا نسعى ليس لهذا المكان وإنما نسعى للدار الآخرة، ونسعى أن نكون إن شاء الله في جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونتنافس في النفقة كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو في أكثر من محفل للإنفاق والإطعام ومساعدة المحتاجين في أكثر من نموذج يعني مر علينا في السيرة النبوية الشريفة. سبحان الله، بعض الناس الله فتح عليهم في باب السقيا يرى أنه لا شيء يعدل السقيا، في آخرين يرى أن التعليم هو الرسالة المهمة التي ينبغي أن نركز عليها، آخر يرى أن كفالة الأيتام هو يعني واجب الوقت وهو المهم وكذا، كفالة الأرامل، الأسر الفقيرة، المحتاجين، المرضى. يعني من اهتم في مصر بمستشفى السرطان الأطفال يعني مبادرة جميلة، مبادرة يعني لمست شغاف قلوبنا في كل مكان يعني. وأحمد الله أني قد التقيت بأكثر من مسؤول في ذلك المستشفى وفي أكثر من مناسبة حقيقة. هذا الحراك الإسلامي عندما نتحدث عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، هناك القطاع الثالث الذي عندما كان في قصة عام الرمادة في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، عندما يعني أسقط حد القطع للسارق لأنه لا يوجد طعام بسبب الضرورة، فتأتي قافلة لعهد كبار التجار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فيأتيه تجار المدينة ليشتروا هذه البضائع الموجودة، فيقول أنه وجدت من زادني وجدت من زادني وجدت من زادني، حتى قالوا نحن تجار المدينة وما زدناك، قال ان الله اعطاني بالدرهم 10 دراهم وشرك انها بما تحمله وهي في سبيل الله. هذا النموذج الجميل الذي يعني يرى الانسان انه كل ما يقدمه يعني يسجده امامه. مقوله جميله جدا عن لوحه علقت بجوار احد المقابر، انه ليس بامكانك اخذ مالك ولكن بامكانك ان تجعله يسبقك الى هذا المكان. فلسفه، راي فلسفي عميق، ان زي ما بنقول دائما الكفن ليس له جيوب، ولكنك هذا ليس معناه أنك لا تستطيع أن ترسل أموالك إلى دارك الأخرى. طيب، من المنطقي أن نتحدث عن أهمية العمل التطوعي ودوره في التشريع الإسلامي في خلق مجتمع سليم مسالم متعاون، وأن الغاية الإلهية في أنه التفاوت الطبقي بين الناس، لو أراد المساواة لفعل ذلك سبحانه، ولكن استخدم الفوائض عند الأغنياء لتكون رابطة بينهم وبين الفقراء. ولكن قبل أن ندلف لهذا الملف نريد أن نوجه رسالة أولا لمن يرتبط ارتباطا شديدا بالمال، لمن له خوف وخشية أن ينفق، خشية أن يكون هذا المال ضائع ولن يعوض. الإسلام قاعد قاعدة قرآنية جميلة: ومن يوق شح نفسه فقد صحيح. فكأن النفس مفطورة على الشح. ما هي المفاتيح التي استخلصتها من تجاربكم الطويلة في العمل الخيري التي تفتح هذه المغاليق في القلوب وتجعل العمل التطوعي مكسبا وزادا وليس نقصانا؟ يعني بلا شك أن حب الثناء جبلت عليه النفس يعني، وكل الناس تتمنى أن يقال شجاع ويقال كريم ويقال كذا. وأذكر هذا رياء. هي مقولة الشاعر عندما يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالذي يعني لا يحسن الظن بالله عز وجل ويرى أن هذا الإنفاق ينقص من ماله، وهذا سوء ظن بالله عز وجل. أحد أصحاب المال واليسار يرى شخص أقل منه يعني مالا ينفق نفقات كبيرة، فيسأله: كيف ذلك؟ فيقول: أنا أنفق ويأتيني أضعاف. فبدأ ينفق هذا الرجل، ثم قال للرجل بعد فترة: أنا يعني ما أتاني شيء. فقال: أنا يعني أعطي يعني أعامل الله عز وجل عن ثقة وأنت تعامله عن تجربة يعني. فهناك فرق بين من يعامل الله عن ثقة بأن الله سيعوضه وبين من يعامله عن تجربة. العبد لا يجرب. هذا الصحيح. عندما نجزم
أن الحسنة ب10 أمثالها، وعندما نجزم أن ما أقدمه للناس قد يقدمه أحد لأبنائي أو لأحد من عائلتي. يعني كنا بالأمس في مجلس جميل لبعض الأيتام، فكان الذي متولي هذا الملف يقول والله إني أخرج من بيتي وأنا أقول من سيقوم بهذا الدور إذا أنا مت مع أبنائي. لو استشعر كل منا هذا الشعور أنه هو الآن في خير والله مغنيه، ولكن قد يحصل. عرفت تسمع يا شيخ هذه الجملة تخرج من أفواه بعض السيدات الفضليات عندنا في مصر، عارف ان الناس قلبهم أبيض قوي. صحيح. لما تساعد يعني نموذج من هؤلاء في فك كرب أو فك ضائقة مالية ولا حاجة، تسمع أجمل عبارة تسمعها في حياتك، يقعد لك في عيالك يا ابني. الله أكبر. جميل جميل جميل. هذا الفكر، شوف، من إنسانة بسيطة بالفطرة أن هذا الذي تفعله سلف ودين. سلف ودين. طيب أنا ودي امتدادا لسؤالك يعني أستاذ منصور، كيف تقيم؟ يعني أنت تكلمت قبل قليل عن المجتمعات الغربية ومن الجاهلية وكنا نهتم بالعمل التطوعي والسقاية والرفادة في الحرم المكي هنا لضيوف الرحمن. فكيف تقيم العمل التطوعي في الوقت الحالي في المملكة وفي العالم الإسلامي عموما؟ ممكن عاد علاء يعطينا في مصر كذلك كيف تقيمها مبدئيا، كيف ترى تجاوب الشباب وفئات العمرية مختلفة من الأطفال وحتى الكبار مع العمل التطوعي والأعمال الاجتماعية الجميلة؟ يعني ربما أنني عاصرت يعني مرحلتين سابقة ولاحقة يعني، وأحمد الله أني شهدت المرحلة السابقة عندما كان العمل فيه كثير من الارتجالية، كثير من العشوائية. الآن العمل أصبح فيه احترافية، أصبح فيه إبداع، أصبح فيه إتقان، أصبح فيه جودة، أصبح هناك معايير، أصبح هناك إمكانية لقياس العمل. فهذا ما يفرق العمل بلا شك، هذا الآن موجود، وهذا ما يفرق العمل في الحاضر عن العمل في السابق، لأن هذه المفارقة يعني يقال ما لا يمكن يعني قياسه لا يمكن يعني تنفيذه ومتابعته. نحن نتحدث عن مراحل سابقة عندما كان الشخص يضع سرة من المال ويبدأ ينفق، صحيح، ولا إذا انتهى كل شيء يعني. صحيح. لكن الآن الأمر يختلف تماما، يعني تحدث عن تعميدات لشركات، توريد، إجراءات كبيرة تحصل، كميات، دراسة حالات المستفيدين، أيهم أكثر احتياج، أوقات الاستلام، المحافظة على كرامة المستفيد ابتداء يعني. يعني أصبحنا الحمد لله لا نرى الطوابير اللي كنا نراها في السابق. الآن هناك يعني مراعاة حتى لمشاعر الفقراء. في زكاة الفطر الآن يعني هناك رسائل تصلنا في الجوالات أنه عدم شراء الأكياس المكتوب عليها زكاة الفطر حتى لا تجرح مشاعر أبناء يعني هذه نماذج لم تكن موجودة في السابق يعني الواحد يأخذ وانتهى الموضوع. الآن لا، نتحدث عن جهات خيرية في المملكة، شرفت بزيارتها في أكثر من منطقة، يرفعون شعار جميل جدا يقول المحتاج نعرفه ولا يعرفنا، نصل إليه ولا يصل إلينا. جميل. بل هناك جمعية بر في إحدى مناطق المملكة لديها يعني برنامج للأسر المتعففة، هذه الأسر لا يعرفها أحد في الجمعية سوى المندوب فقط. نتحدث عن يعني وكأن الموضوع أصبح أكثر احترافية. بلا شك العمل المؤسسي هذا وهو الذي يعني يفسر الحمد لله أن نرى الآن تنوع. هناك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن متجهة بقوة إلى الجمعيات المتخصصة. معالي الوزير ومعاونوه يريدون أن يكون هناك جمعية خاصة بالعلاج، جمعية خاصة بالكشف وما إلى ذلك، جمعية خاصة بالأمراض المزمنة فيما يخص الأمور الطبية. صحيح. الآن جمعيات خاصة بالترافع عن أصحاب الحاجات من الفقراء، جمعية خاصة بالحجاج المعتمرين، جمعية خاصة بالأرامل، جمعية خاصة بالمتعاقدين أو متقاعدين عفوا. هذا التنوع يجعل الإنسان يبدع في عمله. في السابق كان يعني ولا مؤاخذة فول كلنا فوالين، وهذا يحفر آبار وهذا يبني مسجد. المسألة الآن اختلفت تماما، وأصبح هناك يعني تنافس في أكثر من عمل خيري ولكن باتجاهات واضحة جدا، وأصبح عدد المستفيدين الآن تقفز يعني متوالية، يعني ليست عددية وإنما هندسية كبيرة جدا في عدد المستفيدين. طيب في سؤال يعني منطقي الواحد بيطرحه ولكنه يمثل بعض الإشكاليات الصغيرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في الزكوات مصارف 8. نعم. لم يقصرها على مساعدة في مجال واحد، ومع ذلك قد يطرح البعض تساؤلا منطقيا: هذه المصارف 8 تتنوع وتتغير نسبها بتغير المجتمعات وظروفها. صحيح. فمن خبرة حضرتك كيف تقيم باستخدام أداة فقه الأولويات وتقدير فقه الأولويات أن عالمنا الإسلامي يحتاج أولا التعليم والإنفاق على التعليم والبحث العلمي، أم على العلاج، أم على التدريب ورفع المهارات وإكساب المهارات،
أم على علاج غير القادرين؟ يعني أيهم من هذه المصارف تراه أنت بفقه الأولويات يحتل مرتبة متقدمة؟ يعني لست في محل يعني حقيقة تقييم هذه الأعمال العظيمة، ولكن هو إبداء رأي من شخص يعني بسيط. التعليم بلا شك هو يعني من يستحق المركز الأول، والمركز الثاني للإعلام. فالمرحلة الآن مرحلة إعلام. تغيب هذه النقطة عن كثير من الناس يا شيخنا، يعني يظن هل تجوز أن أخرج زكاتي لكي أنفق على أداة إعلامية للتنوير والتنمية البشرية والتنمية المستدامة وفكرة إشاعة القيم الخير، فكرة إشاعة قيم التطوع، الوقف، الإيقاف لوجه الله وفي سبيل الله، حتى تتحول مجتمعاتنا من فكرة إشاعة التسول إلى فكرة إشاعة التنمية، ويتحول مستقبل الزكاة بعد تنميته وإكسابه مهارات إلى منتج ومخرج زكاة. صحيح. هناك فتاوى يعني للمشايخ بأنه في سبيل الله تدخل فيها هذه المواد المصارف، لأنه كل ما يعني مثلا تعليم أو مثلا ما يخص رفع الجهل عن الأمة في سبيل الله بلا شك، يعني رقي الأمة وارتفاع بها. فهناك فتاوى يعني لا يحضرني نصها بالذات أو لمن هي، لكنها مبسوطة وموجودة الآن في مظانها، تتحدث على أن يعني الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ما جعل شيء إلا جعل له ما يكافئه. ويعني كنا في حوار يعني مع أحد المشايخ الفضلاء قبل فترة أنه لا يوجد هناك الآن شيء اسمه ابن سبيل منقطع. فقلت لماذا يا شيخ؟ فقال يعني أي شخص يفقد ماله يتصل ببلده ويحول له مال وانتهى. فقلت هذا الشيء صحيح، ولكن عندما فقد المال في المحفظة كان إثبات هويته موجود معها، فبدون هوية لا أحد يتعامل معها. فلا شك أن مصارف الزكاة هي مصارف شاملة وعامة وتغطي إن شاء الله احتياجات هذه الأمة وتسعى لرفعتها إن شاء الله. الله يسعدك. طيب شيخنا، حديث شجون والحديث فعلا أنا ودي أسأل حقيقة عن سؤال، لكن أريد جوابه بعد لقائنا مع ضيوف الرحمن في ساحات الحرم بعد قليل، اللي هو ما المجالات التي تنصح بها، ما المجالات التي تحفز فيها سواء الأفراد أو المستوى المؤسسات لدينا والقطاعات الخاصة العام. يعني نجهز الآن مجموعة من المجالات نحتاجها في مجتمعنا، خصوصا المجتمعات الإسلامية بوجه الخصوص، ثم بعد ذلك نحفز حقيقة المجتمع لدينا كأفراد وكمؤسسات لدينا في دعم هذا المجال. نبي ناخذ جوابك، لكن بعد أن ننزل إلى ساحات الحرم مشاهدي الكرام، وزميلنا عبد العزيز الزهراني سيكون معنا اليوم. حقيقة أنا ودي يقول عبد العزيز ما ندري نقول لك كل عام وأنت بخير ولا نصبر شوي، لأن اليوم نترقب حقيقة غروب الشمس ونترقب ظهور هلال العيد. اليوم الكل مترقب هذا اليوم، هل غدا عيد أو لا الله أعلم، لكننا نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونقول لضيوف الرحمن المتواجدين نسأل الله سبحانه يتقبل منا ومنكم. عبد العزيز معك الصوت والصورة الآن، تفضل. شكرا للزميل الأستاذ فهد الفهيد، شكرا للزميل الأستاذ علاء بسيوني. نحن كعادتنا نحدثكم من ساحات الحرم المكي الشريف بجوار الكعبة المشرفة. زوار بيت الله في مشهد مهيب حقيقة، وهم يتوافدون لأداء مناسك العمرة إلى اللحظة الآن. وأيضا الخدمات التي يقوم بها رجال الأمن خدمات جليلة الآن لا تعد ولا تحصى. أيضا هناك بعض المتطوعين نسأل الله أن يكتب لهم الأجر، حقيقة ما يقومون به خدمات جليلة في هذا الشهر الفضيل الذي انقضى علينا. نحن اليوم في 29 من شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر أزمنة عديدة. اليوم يسرني يستضيف بعض زوار بيت الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عرفنا على اسم الكريم. محمد قايد محمد سعيد من اليمن. أهلا وسهلا بك. حدثنا عن الخدمات التي رأيتها في مسجد الحرام. بالنسبة للخدمات حقيقة خدمات جليلة ومشرفة، بالتوسعات الضخمة الآن اللي قاعدة تصير، حقيقة شرف لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء، وعلى بقيادة مولانا الملك سلمان أيده الله، الرجل الفذ النشيط الأمين. وأنا أشهد له بذلك لأني عن قرب رأيت هذا الملك العظيم أنه يخدم الشعب ويخدم القادم إلى هذه البلد خدمة راقية جدا، ونشهد له بذلك. حدثنا أستاذ محمد عن الأجواء الإيمانية التي عشتها هنا في مكة المكرمة. الأجواء الحمد لله أجواء روحانية. لما أنت في مكة المكرمة
جوار بيت الله الحرام لا أحلى منها أجواء ولا ألطف منها أجواء ولا أعظم منها أجواء، لأنك أنت روحانية مع رب العزة والجلال. ماذا تقول لهذا الشهر وهو بدأ بالانصرام الآن؟ نحن نقول سبحان الله، نسأل الله أن يختموا علينا بخير وعلى جميع المسلمين، وأن يرينا نصر عزة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه هي قوتنا وعزيمتنا ومستقبلنا، ولا لا مستقبل لنا غير ذلك. حددنا الآن دعوة للمشاهدين من خلف الشاشات. أقول للمشاهدين حقيقة نتمنى أن يكون كل واحد منهم موجود معنا في هذا المكان ليرى من التطور، ليرى من مثلا من الخدمات، ليرى من رجال الأمن واقفين على كل باب بخدمة الحجيج والمعتبرين، حقيقة يعني يشكرون على ذلك. حدثنا عن هؤلاء الشباب الذين يخدمون زوار بيت الله، المتطوعين جزاهم الله خير. ونحن يعني بالنسبة للكشافة نجاحها منقطع النظير، يعني الكشافة، لأن الكشافة تؤدي مهام جليل. شكرا لك وسعدنا باستضافتك. بارك الله فيك، شكرا، وكل عام وأنتم بخير. ونهني الملك سلمان والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق وجميع الأمة العربية والإسلامية، وكل عام والجميع بخير. شكرا لك وأنت بصحة وسلامة. أيضا أعزائي المشاهدين، معي هنا بعض الأخوة الزملاء الذين يقومون على خدمة زوار بيت الله الحرام. بداية نتعرف على الأخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفنا باسم الكريم. اسمي أحمد آدم حسن. أهلا وسهلا فيك. حدثنا عن الخدمات التي تقدمونها أخوي أحمد. والله الخدمات اللي نقدمها إنه نخدم الحجاج خلال نوزع لهم وجبات وما أدري إيش، نفرش لهم السفر، وهذا واجب علينا قبل ما تكون خدمة إنه نخدم الحجاج، هذا أقل واجب نقدم للحجاج. حدثنا عن شعورك وأنت تخدم بفخر. والله شعور ما يوصف، إنه أول شيء أجر، قبل الأجرة بيكون لك أجر وما أدري إيش، والحجاج كمان لما تجي الحاجة تخدم وتدي وجبة هذا ينبسط يبتسم يقول الله يجزاك خير، هذه كفاية، هذه بس تكفيك. إنه كلمة توجهها للأخوة الشباب من خلف الشاشات لخدمة بيت الله. والله اللي أقدر أقول لهم إنه واحد في اللي ربنا سخر لهم إنه يجي يخدموا، اللي ما قدر عليه بس إنه يدعي وما أدري ما لهم إلا الدعاء. مو شرط واحد يكون في الحرم يقدر يخدم، في البيت يقدر يخدم، يعني زي كذا يا أخي واحد لو عنده شيء يقدر يطلع وجبات برا يوزع للحجاج في الشارع أي مكان، مو شرط يعني يكون في الحرم. شكرا لك أخوي أحمد، ونحن نفخر بمثلك حقيقة. أيضا معي أحد الأخوة الآخرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. عبد الحميد الحاج أبو بكر عبد الله. أهلا وسهلا فيك. حدثنا عن الخدمات التي تقدمونها لزوار بيت الله. والله خدمات عديدة وما شاء الله تبارك الله، يعني الواحد يكون مبسوط هو يقدم للحاج هدايا وإفطار من الكلام ذا. حدثنا عن الفخر الذي تمتاز به الآن. والله فخر لا يوصف الصراحة، يعني شعور لا يوصف، يعني خدمة ايش اقول لك. دعوة لمنهم خلف الشاشات. والله أتمنى كل مين يقوم في رمضان يجتهد ويشتغل، وبالذات يخدم في الحرم، شيء مرة عظيم. شكرا لك وسعدنا فيك. كما رأيتم أعزائي المشاهدين والإخوة الزملاء في الاستديو، ها هم الشباب الذين نفخر بهم يقومون على خدمة زوار بيت الله الحرام، خدمتهم وهم راجين الأجر في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله لهم ذلك. الآن عودة للزميل الأستاذ فهد الفهيد والزميل الأستاذ علاء بسيوني ولضيفكم الكريم، إليكم الكلمة والصورة. أي في فصل. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. شكرا عبد العزيز، شكرا لكل الضيوف وزوار بيت الله الحرام. من هذه الإطلالة المباركة نستكمل الملتقى والحديث عن الخير، عوامل الخير داخل النفس البشرية، والموضوعات والتخصصات التي يمكن أن نركز عليها والمجالات التي يمكن نركز عليها، وهذا ما سألتموه أنتم صحيح قبل أن ننزل بكاميراتنا إلى ساحة الحرم، وننتظر ضيفنا العزيز منصور العامر لكي يقدم النصح والإرشاد في هذا الملف. تفضل شيخ منصور. يأتي هذا السؤال كثيرا من متبرعين وداعمين. صحيح. توفي والدي ووالدتي، ماذا أقدم؟ صحيح. يكون الجواب على السليقة. ماذا كان يحب؟ كان يحب السقيا، كان يحب صلة الأقارب، كان يحب الأطفال. يعني تنوع باب الخير هو الجميل جدا. عندما نتحدث عن النصوص الشرعية بلا شك أن السقيا أفضل الصدقة سقيا الماء.
بلا خلاف يعني هذا الموضوع. ولكن نتحدث عن الأوقاف، أنه ما بقي أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ولا أوقف فروات، هذا نص أيضا، وأن يكون صدقة جارية مستمرة. إقبال الناس في هذا الشهر الفضيل على موائد الرحمن وإفطار الصائم باب من أبواب الخير. رفع البلاء عن المرضى والمنكوبين جانب كبير جدا، ورى جمعيات رائدة في المملكة العربية السعودية تقوم بهذا الدور. أيضا التعليم، برامج الجمعيات التعليمية والجمعيات التنموية التي تحول الناس إلى يعني من طالب المساعدة إلى منتج أو فرد فاعل في البلد. وهنا أتذكر ما يعني النص الذي تؤكد عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنه هو التحول من الضمان إلى الأمان بالناس، تمام، والتحول من الرعوية للتنموية. وهذه الشعار كان وزارة الاجتماعية عند وزارة الشؤون الاجتماعية، بأنها تقول لا تعطيه سمكة وإنما علمه كيف يصطاد، وهذه جميلة جدا يعني. أما فيما يخص يعني كل إنسان ماذا تريد أن تفعل بنفسك وماذا تريد أن تقدم لنفسك، ما الذي يرق قلبك إليه وما الذي ترى أنه أقرب افعله، ولكن النصيحة الأولى أن تجعلوها في الأقربين. طب وقفة هنا مع مفهوم الصدقة الجارية. البعض يقول عندما نتأمل كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. طيب البعض يقول إذا تأملنا هذه الكلمات المفترض أن الثلاث للميت فضل فيها، فهو الذي أجرى هذا العلم بعلمه وكان في نيته أن يفيد به الناس. الصدقة الجارية هو الذي أجراها، فيقول البعض: ما تنتظر وأنت على قيد الحياة حتى تموت ثم يجي أولادك أو زوجتك وهي التي تفعل أو لا تفعل أو لا تفعل. صحيح. فلماذا لا تجري أنت في حياتك الصدقة الجارية؟ الولد الصالح قالوا من أصلحه؟ بفضل الله أصلحه تربية صالحة لهذا الرجل المتوفى. فيحتاج الأمر إلى تبيان أن لماذا لا نبادر نحن أولا ونحن على قيد الحياة بإجراء صدقة جارية تكون لنا في حياتنا وبعد مماتنا إلى يوم القيامة. هذه جزء من الأوقاف. نرجع للمقولة السابقة أن مسألة تتعلق بحكم الظن بالله. نعم. أنك عندما تنفق أنه سينفق عليك، أنفق ينفق عليك. بعض الناس يعني ينفق بشك، هذا جانب. الجانب الآخر عدم التصديق بالوعد، أن الله يعني سيبارك وسيعطي وكذا وكذا وكذا، وهذا يعني يحتاج كل إنسان يعني يراجع نفسه مراجعة كبيرة في هذا الباب. في الحديث أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تتركهم عالة يتكففون الناس. وأراد أن يوصي بنص التركة سعد بن وقاص إن كان لم تخني الذاكرة، فقال لا كثير، فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فالإنسان إذا قدم ثلث ما يملك في أبواب الخير في وقف أو في شيء يعني مستمر كعلم نافع، والثلثين الباقي إن شاء الله فيها بركة للورثة وغيرهم، أو تكفي الإنسان حياة سعيدة. ونحن نرى كما أسلفنا في السابق يعني رجال أعمال لا ينتظرون الدار الآخرة، تركوا أموال كثيرة في أبواب الخير، وربما تصرف يعني في الصد عن سبيل الله وما إلى ذلك في برامج قد تكون مجتمعات مسلمة يعني. لكن نتكلم عن المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة. فرصة أن ينشئ مدرسة في إندونيسيا، أن ينشئ بئرا في مجاهيل أفريقيا، وأن يقدم لنفسه شيء يستمر له بعد ما مات. جميل. وهذا شيخ منصور يعني أنا يعني سيأتي بنا إلى سؤال أهم، يعني كم المبلغ الذي عندما تحدثنا عن الدعم المادي فقط دون الدعم المعنوي، ودي نتطرق له بشكل سريع ايضا، كم المبلغ الذي يبدا به الانسان؟ بعض الناس يعني يستسخر او يستخسر شيء بسيط يعني من في ال10 ريال، يستقله. نعم، يجعله قليل، يعني يقول والله كيف ادفع 10 ريال ولا 20 ريال ولا 30 ريال، او اني ابذل جهدا من وقتي، والله ابذل، والله بعض الناس يقول يا اخي اروح افطر صائم عند الجامع او عند الاشاره، او اني اروح اتعب في الحرم. اشاهدهم انا يعني شاهدتهم واستمتعت حقيقه بجمال الشباب في بدايات والروح الذي فعلا يعني تجدهم لابس صديريه. وهذا ترى على فكره زي يعتبر جميل لنا، باننا نحن عندما نلبس هذه الاشياء ونشعر بان بالانتماء حقيقه، الانتماء الايجابي. وإذا الأمانة تحدثنا عن أخطار الانحراف الفكري في حلقات ماضية. ونحن نؤمن بأن 90% من شبابنا هم إيجابيين ونافعين، طاقات توجه فقط وبصماتهم إيجابية.
كيف يستطيع الإنسان أن يبذل ولو شيء بسيطا دون أن يستقل أو يستخسر شيء بسيطا من حياته؟ الإنفاق في سبيل الله لا حد لأعلاه طبعا، صحيح، ولكن هناك حد أدنى لا ينقص عنه الشخص يعني. جميل. وقد أختلف معك فيما ذكرت، اسمح لي، أي. أن هناك أقل من ما سأذكر لا يقبل يعني، أو يعني يكون قليل جدا يعني. أي. لا أقول القبول عند الله عز وجل، لكن يكون قليل يعني. في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني، نص تمرة يعني. صحيح. فإذا أكثر من نص تمرة فوق يعني لا تستقل شيء. سبحان الله، هذه كم فيها من الذرات يعني. أحسنت. كم فيها من الذرات. أذكر في الحديث بلغوا عني ولو آية. بلغوا هذا أمر عني تخصيص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية للتقليل، أقل شيء آية واحدة بس بلغها الناس. صحيح. ما بالك بنص تمرة يقدمها الشخص، لن يعجز أحد أن يقدم نص تمرة. في ملمح جميل جدا في من لا يتمكن من إخراج زكاة الفطر، ونحن الآن في وقت إخراجها. من لا يجد هو يأخذ الزكاة من الناس ثم يخرجها عن نفسه، وهذا واجب عليه. تكافل جميل في الدين الإسلامي يعني. هذا واجب عليه ولو كان فقيرا. الله أكبر. نعم. الحمد لله. طب في حاجة جت في ذهني كده وانتم بتتكلموا عن موضوع الأقل والقليل و طب هو مش ربنا سبحانه وتعالى جعل الموضوع نسبي؟ يعني أنا ولما أجي أدور كده وانت بتسمعني كلمة قليل، قليل بالنسبة لي غير قليل بالنسبة لفهد، غير قليل بالنسبة للشيخ منصور. يعني هفترض أنا وفهد نزلنا بعد الحلقة ما خلصت على الهواء، نزلنا عند الحرم نفطر مع الناس ونصلي المغرب، ثم يعني ارتأينا أن نخرج زكاة العيد الفطر لأن بعض المحتاجين. أنا طلعت من جيبي 100 ريال ودفعتهم، وفهد طلع من جيبه أيضا 100 ريال ودفعهم، ولكن أنا عندي 1,000,000 ريال وطلعت 100، بينما فهد في جيبه 1000 ريال بس وطلع 100. بس هذه نسميها صدقة وليس زكاة الفطر. أنا بتكلم عن الزكاة أو الصدقة، فكرة النسبية بس يا فهد اللي أنا بتكلم فيها. لأن الزكاة واضحة 2.5%، لكن الصدقات لو هي زكاة مال، أنا بتكلم أنت عايز تتصدق، عايز تتصدق. نعم. فإحنا الاثنين طلعنا نفس المبلغ، صحيح. 100 ريال. صحيح. ولكن أنا أملك 1,000,000 ريال، فال100 ريال من ال1,000,000 نسبتها بسيطة، ولكن ال100 ريال اللي في جيب فهد 10% من ما، ولو كان في جيبه 200 ودفع 100 ينفق نص ماله. أحسنت. صح. إذن القضية نسبية. أنا عندي استعداد أتغلب على شح نفسي أم لا؟ عندي استعداد ان انا اضع الصدقه في مكانها ام لا؟ ما اعرفش، هو خاطر جه على بالي وانتم بتتكلموا في هذا الموضوع. انت رد على كلامك، هل الحد الادنى قليل او كبير؟ يعفى عن الشخص الغني. انا قلت لا حد لاعلاه، قلت لا حد لاعلاه. في الحديث يقول عليه الصلاه والسلام رب درهم سبق 100,000 درهم. قالوا في الشرح يعني الحديث كيف ذلك؟ قال رجل لا يملك الا درهم فوضعه. صحيح. ورجل عنده 100,000 درهم وضع منها يعني دراهم معدودة. يعني هي هذه النسبية نتكلم عنها في مكانها الصحيح حقيقة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي في البادية فوجد رجل فقير وكذا، فأعطاه مال وأعطاه عمامته وأعطاه، فقال له المرافق يعني هذا يكفيها أي شيء؟ قال أنا لا يكفيني. واحد أنا لا يكفيني، أنا لا يكفيني. وكأن الإنسان يذكر نفسه بهذه المقولة انه انا اشد احتياجا للثواب من احتياج الفقير او المحتاج. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احسنت. يعني الله في قوله تعالى وما انتم باخذيه لن تغمضوا فيه، يعني انت الشيء ما تقبل انك تاخذه وتعطيه الناس، يعني هذه النصوص كلها في القران موجوده. هي يعني سبحان الله المساله تحتاج الى تمرين. في لمسه جميله جدا، يقول ننشا وفي اعتقادنا ان السعاده في الاخذ، ثم نكتشف انها في العطاء. صحيح. قدر ما تكون مسرورا تعطي الناس. سبحان الله، الابتسامة، الدمعة في عين يتيم، بس هذا محتاج تعليم مبكر وتدريب مبكر من حتى عند الأطفال. يعني أنا أذكر واقعة شهيرة جدا حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة عندما عاد إلى البيت، كانت انتوى واتفق مع أهل بيته على أن يذبحوا شاة ويخرجوا ويتصدقوا منها ويوزعوها. فعندما عاد سأل السيدة عائشة ماذا فعلتم في الشاة؟ قال ذهبت إلا كتفها، يعني وزعنا 3 أرباع وفضل بس احنا عندنا ربع، ده اللي هنخليه لأكلنا وطعامنا في البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم فورا صحح المفاهيم، قال بل بقي لنا 3 أرباع.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بقية. الربع الذي أكلناه هذا خلاص راح في الدنيا، أما الذي أرسلناه للفقراء أرسلناه إلى رصيدنا الأخروي في الجنة. كلها بقية إلا كتف. طيب شيخنا منصور، طبعا الآن الحديث عن هذه القضايا مهمة. الشباب الآن في مراحلهم الحالية الآن مع تنوع التقنيات الحديثة قد لا يعرفون أن هذا العمل الخيري هي مجرد نزول، قد يكون أيضا جانب معنوي. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه كلها أشياء رئيسية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل هذه الأشياء تحفزنا حقيقة للعطاء المعنوي والمادي كذلك. كيف تخاطب الشباب؟ كيف تستحثهم؟ كيف نرفع صراحة من حماس هؤلاء الشباب في الاتجاه الإيجابي لخدمة دينهم ووطنهم؟ أحد الأصدقاء زارني قبل أيام، وكنت دائما أذكره بمقولة يقولها سمعها من جده: أنك عندما تميط أذى عن الطريق فلا تنسى أن تقول معها لا إله إلا الله، حتى تجمع أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان. شعب الإيمان كثيرة جدا، والإنسان يختار منها ما شاء ويعني يبذل في أي باب من أبواب الإيمان هو يريد. الأدوات السابقة في العمل الخيري اختلفت، والآن ما شاء الله الأمة الإسلامية أمة شباب، أمة شابة يعني كنسب موجودة. أصبح الآن هناك مع وسائل التواصل الحديث طرق كثيرة في إيصال المعلومة بأسهل ما يمكن. الانفوجراف كشرح لأبواب الخير التي تفعل في هذا اليوم في هذا الوقت. مناسبات تجد رسالة في نفس اليوم تأتيك، ماذا تفعل، ماذا تقول، فالتركيز عليها أصبح يوجه الناس لأبواب محددة، وأصبحنا يعني نرى إقبال في كل موسم على ما يناسبه، والحمد لله. الله يسعدك. طيب نطلع الآن لساحات الحرم مرة أخرى. بناء على يعني طلبات زوار بيت الله الحرام أعداد كبيرة طلبت أن تكون معنا في الملتقى، فننزل بالكاميرات مرة أخرى مع زميلنا عبد العزيز إلى ساحات الحرم واللقاءات مع زوار بيت الله الحرام. إليك عبد العزيز، تفضل. شكرا لكم مرة أخرى زملائي في الاستديو. نحن الآن أيضا من ساحات الحرم، وهذه المرة نستضيف بعض زوار بيت الله الحرام من أنحاء متفرقة من العالم. بداية نبدأ مع الضيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا اسم الكريم. السيد محمد أحمد السيد سوداني. حدثنا عن زيارتك لمكة المكرمة. ما شاء الله وتبارك الله، والله يكثر من أمثال الشعب السعودي والبلد إن شاء الله، خدمة متوفرة 100%. حدثنا عن الخدمات التي رأيتها داخل الحرم. ما شاء الله تبارك الله، ما فيها قصور مرة، خدمات 100%. حدثنا عن الأجواء الإيمانية في مكة المكرمة. الأجواء والله ما شاء الله، نحن جايين من المدينة، كنا في مكة ومشينا المدينة وجينا اليوم من المدينة. هناك فرق بين الصوم في مكة والسودان؟ بس هناك في حرارة شوية، لكن الجو ما شاء الله كويس، والخدمة كويسة، والشعب كويس. دعوة الآن للمشاهدين من خلف الشاشات. يا أخي ربنا كل واحد يديه في نيته وفي مراده، يا رب تستر على المملكة العربية السعودية، يا الله يا رب تحفظها، يا الله تحفظ حكامها وشعبها والشعب السوداني والشعب اليمني وكل الإخوة. شكرا لك، سعدنا باستضافتك. أيضا أعزائي المشاهدين معي ضيف آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ معك الشيخ زبن الله المرادي من قبائل اليمن. أهلا وسهلا. حدثنا عن زيارتك للمسجد الحرام. والله زيارتي زيارة جيدة والحمد لله، وإحنا في المسجد الحرام في أشرف مكان على وجه الأرض، ولقينا يعني بصراحة يعني كل الرعاية وكل الخدمات، والازدحام كان ليلة 27، ولكن بفضل الله ثم بفضل رجال الأمن يعني كانوا يعني التنظيم دقيق وأكبر مما تتصوروه. حدثنا عن الخدمات التي رأيتها هنا في المسجد الحرام. والله الحمد لله احنا صمنا يعني رمضان هنا وخدمات متوفرة، كل شيء متوفرة للمعتمرين والزائرين، والأمن مستتب وكل شيء على ما يرام. ما رأيك في الشباب الذين يعملون لخدمة زوار بيت الله من المتطوعين؟ أنا أقول جزاهم الله خير، وهذا شرف كبير لهم، هذا شرف كبير، ونتمنى أن نخدم بيت الله الحرام جميعا، لأن هذا بيت المسلمين. وأيضا نشكر جلالة الملك سلمان على هذه المشاريع الجبارة التي تريح المسلمين من جميع أنحاء العالم، وجزاهم الله خير، ونشكر الشعب السعودي. حدثنا الآن أو أعطنا كلمة أخيرة للمشاهدين من خلف الشاشات. أنا أقول من خلف الشاشات أبلغ تحياتي وسلامي إلى أولادي في أرض اليمن السعيد
علويز بن الله ومراد وشاجع وساري، وأقول لهم أنا في بيت الله الحرام أنا مرتاح جدا جدا. أيضا يا أخي العزيز أبلغ تحياتي إلى الأخ الأجل الفاضل في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ إبراهيم عبد العزيز العلي وهو أسرته الكريمة. شكرا لك، سعدنا باستضافتك. الله يحفظك. شكرا لك. أيضا معي ضيف آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي الكريم أحمد قوني بشارة من تشاد. أهلا وسهلا بك، حدثنا عن زيارتك للمسجد الحرام. الحمد لله أنا جيت في المسجد الحرام من مدينة حطيني، وإن شاء الله شفنا شيء كثير كثير اتغير أول بأول. حمدنا وحم الهم الزائرين كله الدور الماء التواليت. شكرا لك. أيضا معي ضيف أخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي الكريم محمود علي. من فين؟ مصر. حدثنا عن زيارتك لبيت الله. والله ما شاء الله روحانيات هنا وصوم ويعني حاجة ما شاء الله، حاجة خدمات كويسة والناس كويسة والحرم ما شاء الله روحانيات. الواحد مش عاوز يطلع من هنا، تصوم عبادة ما شاء الله. يعني الوقت يداهمنا دعوة للمشاهدين خلف الشاشات. اللهم اغفر لهم وسامحهم وتجاوز عن سيئاتهم إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنهم الصوم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، سعدنا فيك. نعم أعزائي المشاهدين، كما رأيتم هؤلاء هم زوار بيت الله الحرام. الآن عودة لكم إخواني في الاستديو علاء بسيوني وأيضا أخي فهد الفهيد. شكرا لكم. حياكم مشاهدينا الكرام. شكرا عبد العزيز، وسعيدين حقيقة بضيوف الرحمن اللي كانوا معنا وبابتساماتهم وجمال تلويحاتهم الرائعة حقيقة التي أرسلوها إلى كل أنحاء العالم من خلال هذه الشاشة الفضية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. نواصل حديثنا حول الجمعيات الخيرية والأعمال التطوعية، ونفخر حقيقة بالنماذج الجميلة والجيدة. الأستاذ منصور العامر حقيقة تحدث بإسهاب حقيقة عن فكرة الجمعيات الخيرية والمبادرة التطوعية وأثرها في المجتمع. وخلونا في الخمس دقائق المتبقية من حلقة اليوم نستعرض نموذجا جميلا ونشوف وش الأشياء اللي سووها وش الأشياء اللي قدموها للمعتمر والحاج كجمعية متخصصة في هذا المجال. أستاذ منصور، ماذا قدمتم؟ قدمنا المحبة، جميل، الابتسام، السلام. حديث الحاج المعتمر هي رسالة حب وسلام من أهل البلد أكرمه الله بخدمة ضيوف الرحمن. ترحب بضيف الرحمن وقت نزوله، تثني على ذلك بهدية، تسحبه بقدر وسعتها، تعلمه أركان الإسلام، تذكره السنة في مناسكه وجميع شؤونه حتى تودعه وهو على أحسن حال. الجميع بحمد الله تخدم كل عام أكثر من 6 ملايين حاج ومعتمر وزائر، وتقدم لهم أكثر من 24 مليون خدمة مختلفة. حرصنا أن تكون مصممة لتواكب جميع احتياجات الحجاج من دون تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية، سواء في المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، مرورا بالمواقيت والمدينتين المقدستين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة. 5 برامج رئيسية: غذاء الروح، مودة علمية وإرشادية وتوجيهية، وكسر حاجز اللغة، 425 مترجم و790 موجه معنا. برنامج تعليم الفاتحة وقصار السور في 650 معلم القرآن، تطبيق على الجوال متاح ل 50 مليون مستخدم ما شاء الله، مجانا في الاب ستور موجود وفي المتجر ب 29 لغة ليقرأ الفاتحة ويتعرف على الصوت. واخذ جائزة الأمم المتحدة قبل 3 شهور، جائزة أمير الكويت قبل رمضان بشهر. برنامج غذاء البدن، افطار الصايم، وجبة الحاج، السقيا، التعليقات الشخصية بجسم الإنسان. البرنامج الثالث المضياف، استقبال الترحاب الكبير بضيوف الرحمن في مداخل مكة والمدينة، في مراكز استقبال وزارة الحج. في كل موسم نستقبل في الدخول 1,300,000 حاج، في كل 50 حاج بلغة واحدة باص واحد على كراسيهم، وجبة وهدية، ونودع نفس العدد. ضيافة على كراسي المساجد، جلس على كراسي المساجد في موسم حج واحد في المدينة أكثر من 49,000 حاج وحاجة، وهي منتشرة بجوار المسجد الحرام مجانا طبعا لضيوف الرحمن، إظهار البشر واستقبالهم. برنامج العناية، برنامج الرابع، زيارة المرضى في المستشفيات، الأطفال التائهين، وقد يعني تمت رعاية أكثر من 7,000 طفل، و47 خدمة قدمت لكبار السن وصغار السن في المركز في المدينة المنورة فقط النموذجي، يشرف عليه يعني إخوة بالتعاون مع قوة من المسجد النبوي، والأخوات فتيات جامعيات تخصص رياض أطفال يعتنين بالطفل، طاولة رسم، ألعاب، فلام كرتون، نساء كبيرات سن بمسمى حاضنة، تصطحب الطفل دورة المياه، تطعمه وتغير ملابسه حتى يصل ويستلم والديه. لدينا برنامج
العناية برنامج لطيف اسمه التحفيز موجه للعاملين في الخدمة من الجهات الخيرية المختلفة ومن العاملين في الحرمين ومن رجال الأمن وغيرهم من سائقي وسائل النقل. نقول نخدم من يخدم أو نعتني بكم لتعتنوا بهم. وأيضا في الأخير برنامج الوكالات، الجمعية وكيل عن مشروع ملك عبد الله لسقيا زمزم لا يغادر حاجة. هذا ماء زمزم يا شيخنا اللي هو مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم. ها؟ مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم. أنتموه ونسقتم. الجمعية وكيل عن مشروع ملك عبد الله. جميل. مشروع خادم الحرمين لسقيا زمزم لا يغادر حاج مؤتمر المملكة في زمزم إلا عن طريق الجمعية. جميل. ويقدم بسعر التكلفة في المطارات حتى يعني يضمن الحاج أن المياه مغلفة بشكل سليم. جميل. وأنها آمن. عجبتوني أنه مكتوب مخصصة للنقل الجواني، فهذه بالتالي حتى ريحت مطاراتنا وريحت بحمد الله. في العام الماضي تم تسليم قرابة 7 ملايين عبوة، وهذا العام تتوقع أن يصل العدد إلى 10 ملايين عبوة بزيادة عدد الحجاج والمعتمرين. أيضا الجمعية وكيل عن البنك الإسلامي للتنمية في الهدي والأضاحي. أسأل الله يتقبل إن شاء الله. أسعدكم الباري. وحقيقة كل منتجاتكم هذه دليل على احترافيتكم وعملكم المؤسسي، وكل جمعياتنا حقيقة في المملكة داعمة لهذا الشيء، وأعتقد حتى في مصر نشاهد كثير من الجمعيات. العمل الخيري والتطوعي ابتدأ ينتشر بفضل الله في عالمنا الإسلامي. صحيح. كان نموذجا جميلا لزوار بيت الله الحرام وتقدمونه من خدمات. الشيخ منصور العامر شرفتنا في الملتقى وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه. ونشكر أيضا الزملاء والزميلات الذين كانوا معنا من السعودية ومن القاهرة في الإعداد وفي التنفيذ. ونشكر فندق أنجم الذي وفر لنا هذه الإطلالة على المسجد الحرم المكي الشريف. وشكرا لك فهد على الزمالة في يعني أنت وعبد الله زملتموني. أنا شوف احنا ما ندري والله ما ندري بكرة نجي في حلقة ولا لا. نحن ننتظر الآن هلال العيد، الكل يترقب هذا الشيء، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، ربنا يدعو عليكم بالخير واليمن والبركة. وبارك حقيقة الأمة الإسلامية والعربية وفريق العمل. خالد السلوم مخرجنا شيف ما راح ننساك، وشكرا جزيلا لك على جهودك اللي قدمتها. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. جزاكم الله خير. الله يجزاكم.